جبت لكم فطائر اليابانية بأسهل طريقة ممكنة أنكم تقدروا توجدوهم في رمشة عين. السلام عليكم متابعين ديالي، كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله وفي صحة جيدة. شكرا لكم على الدعم والتشجيعات ديالكم في القناة ديالي زهرة أم سراج. مرحبا بكم وألف مرحبا. اليوم إن شاء الله جيت نحضر معكم الفطائر اليابانية أو بانكيك. الصراحة كيجيو من أروع ما يكون، سهلين واقتصاديين، وكنتمنى أنهم يكونوا في متناول الجميع إن شاء الله يا ربي. الصراحة شحال نقول لكم البنات كيجيو فتيين ما شاء الله، نتوما تشوفوا النتيجة في الأخير وطريقة التحضير. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا الناس اللي انضمت للقناة زهرة أم سراج. مرحبا بكم وألف مرحبا. فما نطولش عليكم، نبداو في المقادير وطريقه التحضير. هنا في واحد الاناء عندي هنا 2 حبات البيضات. بالنسبه للبيض يعني بحراره الغرفه بطبيعه الحال. هنا كنحتاجو 2 معالق كبارين سكر سنيده، ما نكتروش السكر بزاف البنات باش ما كيتحرقوا لكمش البانكيك ديالكم. كنحتاجو هنا الحليب، كذلك هنا كاس زيت نباتيه، واحد الخميره د الحلوى من فئه 7 غرام، كذلك ساشي د الفاني او سكر الفاني. الا بغيتو تعوضوه بسكر زهرة البرتقال حتى هو كيعطي واحد المذاق مزيون. هنا كنحتاجو نص لتر د الحليب، كنضيف فيه 2 كيسان د الماء. ودفيتو شويه البنات، خصو ضروري يكون الحليب يكون دافي من قبل، ولا تقدروا تعملوه بحراره الغرفه. انا كان عندي في الثلاجه فخرجته دفيته غير واحد شويه صافي، ماشي كنسخنوه بزاف باش ما يطيب لكمش البيض ديالكم. صافي هنا كنضيف سكر فاني على البيضات، وكنضيف هنا 2 معالق كبارين سكر سنيده. السكر دائما كيبقى على حسب الذوق، كاين اللي كيبغي الحلاوه بزاف. بالنسبه لهاد الفطائر هادو صراحه البنات كنصحكم انكم ما تعملوا لهمش السكر بزاف، حيت السكر دغيا كيجبد الحراره ويقدروا تحرقوا لكم دغيا. صافي هنا في هذه المرحله البنات كنضيف الحليب. بالنسبه للحليب البنات راه عندي نص لترو، وضفت له 2 كيسان د الماء، يعني ما يعادل 5 د الكؤوس د الماء. المهم انا غير وريت لكم، عطيت لكم غير المقادير وصافي. راه هذيك نص لترو كامل غادي نضيفو مع 2 كيسان د الماء. انا غير واحد المقطع تقطع لي الصراحه البنات، انا عندي مشكل في التصوير بعض المرات، راه شحال من المقاطع كيكونوا مهمين وكيتقطعوا لي. صافي هنا غادي نخدم هاد المكونات كاملين مع بعضياتها. كنضيف الزيت وقبيصه د الملحه، وكنخفق هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى كيذوب لينا ديك السكر وكيتفسخ لينا البيض على بعضياتو. وكذلك نخفقو مزيان مزيان البنات. كل ما خفقناه مزيان كل ما كيعطينا نتيجه مزيانه وكيجينا بانكيك ديالنا يعني فتي وهشيش. وبالنسبه للسيده اللي متوفر عندها العصير د البرتقال تقدر تخدم غير بالعصير د البرتقال، حتى العصير د البرتقال كيجي مزيون في الفطائر ديالنا. انا اكتفيت غير بالحليب، صراحه كان عندي متوفر الحليب وقلت ضروري نجربه بالحليب، وان شاء الله علاش لا المره اللي ما جاي نشاركو معكم بالعصير، علاش لا. صافي هنا كنضيف 2 كيسان د الدقيق، وكنخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم. كندخل ديك الدقيق في السوائل ديالنا، وهنا غنضيف الكاس الثالث. المهم الدقيق ضروري ما ندخلوه بالتدريج، وهنا كنحاول نعبر لكم بالكاس باش نعطيكم العبر مضبوط. هنا دخلت 4 كيسان د الدقيق، كذلك هذا الكاس الخامس. المهم ركزوا صافي البنات، راه المقادير مضبوطه 100%. وبالنسبه للكميه د الدقيق البنات دخلت هنا 5 د الكيسان دقيق الفرص، يعني الدقيق دائما كيختلف من نوعيه الى نوعيه اخرى. المهم هنا دخلت 5 د الكيسان الدقيق باش نعطيكم مقادير مضبوطه البنات، ونبقاو ندخلوا الدقيق بالتدريج. وصافي هنا كنضيف الخميره د الحلوى من فئه 7 غرام. الا كانت عندكم خميره بيضاء تقدروا تعملوا ديك الخميره بيضاء اللي كيكون فيها 20 غرام. صافي هنا في هذه المرحله هذه غادي نخفقوا الفطائر ديالنا مزيان مزيان حتى كتنسجم ديك الخميره والدقيق، ما كيتفسخ لنا وما كيبقاش على شكل كويرات. ولا كان عندكم براميكسور ولا اي طحن كهربائي يعني تقدروا تطحنوا هذه المكونات مزيان وكتسهلوا عليكم العمل في نفس الوقت. فانا بغيت نخدم بالطراب اليدوي الصراحه، حتى الطراب اليدوي عملي، ولكن الصراحه من الاحسن ان يكون عندكم طراب كهربائي. صافي هنا كنضيف واحد عفوا كنضيف هنا واحد المعلقه كبيره د الخل. الا ما كانش عندكم توفر الخل البنات تقدروا تعملوا نص الليمونه، كتعصروا نص الليمونه وكتضيفوه في الخليط ديالكم. حتى الليمون صراحه كيعطيه واحد الهشاشه ما شاء الله، كيجي فتي وكيجي مفشوش، كيتفاعل مع حتى مع الخميره د الحلوى. صافي هنا كنخفقوا هذا الخليط مزيان مزيان. كل ما خدمناه مزيان كل ما كيعطينا نتيجه في نفس الوقت البنات، الصراحه كيجيو رائعين. وانا قلت لكم البنات من الاحسن ما تكثروش السكر بزاف.
حيتاش في التزيين تقدروا تزينوه بالعسل ولا بالشوكولاط ولا باي حاجه كانت عندكم متوفره، وديك الساعه نتوما كتضيفوا الحلاوه من الفوق، ولا تزينوا بسكر كلاصي حتى السكر كلاصي عاود مزيون في التزيين. فلهذا كنصحكم انكم ما تكثروش السكر في الاول باش ما كيتحرق لكمش، حيت السكر دغيا كيجبد السخونيه. المهم هذا هو الشكل ديال الخليط ديالنا، يعني يكون خفيف شويه على الكيك. هو كيكون الخليط بحال الكيك، غير هو شويه كيكون خفيف شويه على الكيك هانتوما كتشوفوا. المهم انا نحاول نوري لكم كل خطوه عملتها وكل حاجه غنشاركها معكم. شوفوا هنا الخليط يعني دغيا كيختفى، ماشي بحال الكيك ما كيختفاش يعني بسرعه. وهنايا غادي نعطيكم حتى الطريقه ديال الطياب ديالو. بالنسبه يعني الغاز ما يكونش مجهد بزاف، يعني تكون النار مهيله على هذا الشكل هذا، يعني تكون بحال الشميعه. انا باقي غادي نزيد نقص كتر. صافي كنعملوا المقله تكون يعني ما كتلصقش بطبيعه الحال، تكون البغرير ولا اي مقله كانت عندكم، مهم ما تلصقش. صافي كنحاول نعمل الاولى. شوفوا تبارك الله يعني كيجي رائع، يعني الخليط ماشي ثقيل وماشي خفيف. شوفوا تبارك الله، يعني المهم انا قلت لكم البنات كيجي خفيف على الكيك. وصافي كنخليوها طيب على نار مهيله. مهم ما نجهدوش النار البنات باش ما كتحرق لكمش الفطائر ديالكم. صراحه كيجيو لذاذين ما تشبعوش منهم. كنتمنى اللي وصل معايا حتى لهاد المرحله هذه ما ينسانيش من اللايك والبارطاج بطبيعه الحال، فضلا منكم وليس امرا. وشكرا للناس اللي كتشجعني وكتحفزني في هذه القناه، جزاكم الله خير الجزاء. بالتشجيعات ديالكم راه القناه غاده. شكرا لكم، وكنتمنى تزيدوا تشجعوني وتزيدوا تحفزوني اكثر، ولكم جزيل الشكر والتقدير. وهنايا كيف ما كتشوفوا البنات الفطيره ديالنا ما كنخليوهاش حتى كتثقل بزاف، يعني كنخليوها غير كتبدا تطلع لينا ديك الفقاعات، وكنقلبوها مباشره باش ما كتجيناش على شكل بغرير. صافي هذا هو الشكل ديالها. شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي يعني مذهبه. المهم البنات انا كنأكد عليكم ما تكثروش السكر في الاول. الا كثرتوا السكر عاد تحرق لكم، حيت السكر يعني معروف كيجبد السخونيه. شوفوا تبارك الله يعني فطيره يعني طايبه محمره على حقها وطريقها. وضروري ما اننا نبردوا المقله بطبيعه الحال، المقله ضروري نبردوها بالماء باش ما كيلتصقولناش بطبيعه الحال. صافي هنا من بعد ما بردنا المقله بالماء كنضيفوا الفطيره الثانيه. صراحه البنات يعني طريقه سهله مبسطه بالنسبه للمبتدئين، يعني ما فيهاش شي صعوبه. وبالنسبه للطريقه يعني سهله، يعني بحال البغرير ضروري ما اننا نبردوا المقله باش ما كيلتصق لكمش الفطائر ديالكم. وبالنسبه للفطيره البنات ما نعملوهاش غليظه ولا رقيقه، نحاولوا نعملوا الحجم متوسط بطبيعه الحال. يعني نحاولوا الحجم د المغرفه يعني يكون يعني متعادل. كل مغرفه كنهزوها يعني وهي متعادله، يعني بحال الاولى بحال الثانيه باش كيطلعوا لنا متساويين. فهنايا كيف ما كتشوفوا البنات ما كنخليوهاش حتى كيتثقب. لاحظوا معايا هنا مباشره غادي نقلبها، ما نخليهاش تثقب. الا خليتوها تثقب كتجي على شكل بغريره، فمن الاحسن انكم تقلبوها وهي باقيه خضراء على هذا الشكل هذا. وهانتوما كتشوفوا يعني الفطيره ديالنا محمره تبارك الله كتجي مذهبه. وحاولوا ما امكن انكم تخليو النار يعني مهيله، ما تجهدوش النار باش ما كتحرق لكمش الفطيره ديالكم. المهم كنستمروا على هذا الطريقه هذه حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا. صراحه البنات كيجيو رائعين ما تشبعوش منهم، وكنتمنى انكم تجربوهم وردوا عليا في التعليق. شوفوا تبارك الله كيفاش كيجيو طيبين على حقهم وطريقهم، وكيجيو فتيين ما شاء الله. وجدوهم اذا لوليداتكم الكوتي ولا في الفطور ولا في يديهم معاهم المدرسه. صراحه كيجيو مزيونين. فضروري يا البنات كنأكد عليكم ان المقله ضروري تكون ما كتلصقش، وفي نفس الوقت تبردوها بالماء باش ما كيلتصق لكمش الفطائر ديالكم. وكيسهلوا عليكم حتى في القليع ملي كتبغيوه اذا مثلا تقلبوهم، يعني كيتقلبوا معكم بكل سهوله. صافي هنا كنضيف الفطيره الثالثه. الصراحه يعني طريقه سهله ومبسطه، يعني ما فيهاش شي صعوبات. مهم يعني نحاولوا ما امكن نعملوا الفطائر متساويه. صافي كنبقاو مستمرين في العمليه حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا بطبيعه الحال. المهم البنات الا بغيتوا تخلطوهم بالحليب ولا بالعصير، حتى العصير كيجي مزيون د البرتقال. فانا قلت لكم البنات كان عندي متوفر الحليب فاكتفيت غير بالحليب. شوفوا هنا ما نخليهاش تثقب بزاف، فإلا خليتوها تثقب عاد تجيكم بحال الشكل د البغريره. يعني من الاحسن ما تخليوهاش يتثقب من الوجه ديالو. شوفوا كنحاولوا ما امكن نقلعوها غير بشويه بشويه وحتى كتقلع لنا، وكنقلبوها فمباشره. شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي مذهبه ما شاء الله من تحت.
الصراحة هاد البانكيك كيجيو رائعين رائعين، توجدوهم هدا لوليداتكم في الفطور ولا في الكوتي، ما شاء الله كيجيو رائعين. وهنا كنحاولوا ما امكن نضغطوا لهم شويه على الاطراف ديالهم باش كيجيو محمرين يعني من كل جهه. هنا من بعد ما كملنا الكميه، هذه هي الكميه اللي خرجت ليها البنات، ما شاء الله كيخرج واحد الكميه وفيره ما شاء الله تبارك الرحمن. وهنا بالنسبه للتزيين كنحتاجو هنا شويه د العسل او النباج اللي عندكم توفر، كذلك الكاوكاو مهرمش ولا اللوز اللي عندكم توفر بطبيعه الحال. صافي هنا غادي ندهنوا لهم الوجه ديالهم بهذا الشكل هذا بالعسل، وغنضيف لهم شويه د الكاوكاو او اللوز مهرمش. وبالنسبه للتزيين دائما كيبقى اختياري بطبيعه الحال، كلكم مبدعات ما شاء الله عليكم. تزينوا باللوز ايفيلي ولا الكاوكاو مهرمش، او مثلا مربى المشماش اللي كان عندكم متوفر زينوا به، ماشي ضروري انكم تزينوا بشي حاجه يعني كثيره. فانا بالنسبه للتزيين انا النص غادي نزينو بالعسل وكاوكاو مهرمش، والباقي غادي نزينو بالشوكولاط. ودائما التزيين انا قلت لكم البنات كيبقى اختياري. صراحه هاد بانكيك اللي كيجي رائع ولذيذ في نفس الوقت، نعملوه هيدا في الفطور صراحه كيجي رائع مع كويس اتاي ولا القهوه. ودعملوه لوليداتكم هيدا في الكوتي ملي كيجيو من المدرسه، كيكونوا عاود جوعانين وخصهم شي حاجه اللي تكون حلوه وخفيفه في نفس الوقت. وكنشكر الاخوان والاخوات اللي باقيين معايا حتى لهاد المرحله هذه، اللي باقي معايا حتى لهاد المرحله ما نساونيش من اللايكات والبارطاج بطبيعه الحال فضلا منكم وليس امرا. وكنتمنى الفيديوهات ديالي يكونوا خفافين وظرافين على قلوبكم، وشكرا لكم. الصراحه البنات انا كنحاول نجيب لكم شي حاجه بسيطه وفي متناول الجميع. شكرا لكم، وما تنسوناش من جيم وكومنتار بطبيعه الحال والبارطاج. وإلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم جديد الوصفات قناة زهراء سراج. وشكرا للإخوان والأخوات اللي باقين معايا، جزاكم الله خير الجزاء. وبطبيعة الحال ما نسوش الحسابات حتى هما اللي كيبقاو دائما معنا في الحفلات، وكذلك كيدخلوا يساندونا في الفيديوهات. شكرا لكم، والله يجعلها لكم في الميزان الحسنات. وبالنسبة للقنوات إن شاء الله مردودة لكم بإذن الله سبحانه وتعالى. صافي هنا في هذه المرحلة هذه كنزين النص اللي كان باقي لي كنزينه هنا بخطوط الشوكولات أو لاصوص الشوكولا. وبالنسبة للتزيين بطبيعة الحال البنات كيبقى اختياري كيف ما قلت لكم. الصراحة حتى هادوما بالشوكولات كيجيو لذاذين. الوليدات صغارين الصراحة كيعجبهم شي حاجة فيها الشوكولات. الصراحة حتى حنا الصراحة كيعجبنا الشوكولات في الحاجة، مثلا في الكيك، في بانكيك، في شي حاجة. الصراحة ما يمكنش ان تشوف شوكولات وما تاكلوش. الصراحة راه الشوكولات راه غني عن التعريف وكل شيء كيحمق عليه بطبيعة الحال. وبالنسبة للسيدة اللي ما عندهاش متوفر الشوكولاتة تقدر تعمل غير دانيت د الشوكولاتة، حتى دانيت كيجي مزيون في التزيين. انا سبق لي زينت به الكيك صراحة كيجي مزيون ما شاء الله. صافي انا كنبقى نستمر على هذا الشكل هذا على شكل خطوط، ولا بغيتو دهنوهم فلكم الاختيار بطبيعة الحال. وهذه هي الكمية البنات اللي خرجت لي ما شاء الله، كتخرج واحد الكمية وفيرة بالنسبة لهاد الفطائر اليابانية، يعني ساهلين وبساطين بطبيعة الحال. وكنتمنى يكونوا في متناول الجميع. وشكرا لكم، ما بقى لي غير نوري لكم الشكل ديالهم كيفاش كيجيو ما شاء الله قطنيين ورطب ما شاء الله. وما تشبعوش منهم، شوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجي. تقدروا تحضروهم حتى للضيوف اللي كيجيو على غفله، انكم توجدوهم لهم في رمشه عين كيوجدوا، ما كيديوش معنا الوقت بزاف ودغيا كيوجدوا. هذا هو الشكل ديالو. شكرا لكم البنات، الناس اللي بقات معايا حتى لدابا كنشكركم على الوفاء والتفاعل ديالكم معايا. ولهلا يخطيكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال البانكيك ديالي، وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. واللي وصل معايا حتى لهاد المرحله هذه ما ينسانيش من اللايك والبارطاج بطبيعه الحال. ولا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ما نساوش تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم جديد لوصفات قناه زهراء سراج. وكنشكركم على الوفاء والتفاعل ديالكم معايا، وما بقى لي غير نقول لكم صحه وراحه ودمتم في رعايه الله وحفظه.